حكاية إن اليهود بيقولوا إن هم اللي اخترعوا أكلة الكشري. لا، الكشري المصري أكلة مصرية صميمة، اللي هو المكرونة، الرز، العدس، البصل، صلصة الطماطم، التقلية، وكمان الدقة. تعالوا نعرف حكاية الكشري المصري. الرواية الأولى بتقول عن أصل الكشري إنه أكلة مصرية أصيلة، زي ما جه في كتاب اسمه إيجيبتانا أسفار التكوين المصرية، واللي فيه نصوص دينية لمصر القديمة، وأصل كلمة كوشير ومعناها طعام الآلهة، واليهود بيستخدموها بمعنى الطعام الحلال، لكنها كلمة مصرية قديمة ومش كلمة عبرية. أما الرواية التانية بتقول إن كان في واحد اسمه الرحالة ابن بطوطة. الرحالة يعني بيسافر كتير. الراجل ده عمل كتاب اسمه تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار، وقال فيه إنه لما سافر للهند الناس هناك كانت بتطبخ الشعير مع الرز، وكانوا بياكلوه بالسمنة وبيسموه كشري، وكانوا بيفطروا بيه كل يوم. وعلى الرواية دي فالكشري أصله هندي، وإذا كان هندي ولا مصري فبقول لكم إيه، الكشري المصري هو أشهر كشري في العالم. وده ليه؟ بسبب التقلية والصلصة والدقة الجامدة.